طيب يلا بقى يا اولاد نكمل في الجزء الثاني. انا عايزك تحل ده تكون حليته في نفس اليوم. طيب بيقول لك دلل، قال لك هات لي دليل على صحة العبارات دي. قال لك يعني الكلام ده ان العبارات دي صح، بس هات لي دليل عليه. بيقول لك تعددت الحضارات الآسيوية، معنى كده ان في اكتر من حضارة في قارة اسيا التي نشأت على ضفاف نهري دجلة والفرات. احنا عندنا كام حضارة يا اولاد؟ خدنا 4 حضارات. في حضارة بلاد العراق اللي هي الحضارة السومرية، الحضارة الأكادية. طيب سومرية، أكادية، بابلية، أشورية. سومرية، أكادية، بابلية، أشورية. طيب بابلية، أشورية. ثواني بقى يا ولاد، خليكم معايا بس ثواني هشوف حاجة. طيب يلا نكمل تاني يا ولاد. السو الحضارة السومرية، أكادية، بابلية، وكمان الآشورية. طيب قال لك لعب نهري دجلة والفرات دور مهم في حياة سكان بلاد الرافدين. يبقى أنا عندي نهرين دجلة والفرات، نهرين دجلة والفرات، نهرين دجلة والفرات، كان ليهم دور مهم جدا في حياة سكان بلاد الرافدين يا ولاد. قال لك أصلا الأنهار توفير إيه يا ولاد؟ توفير المية العذبة، المية العذبة. ودي ساهموا في التجارة ونقل البضائع. التجارة ونقل البضائع، وايه كمان؟ نقل البضائع من بلاد الرافدين بص بقى، بس بقى الحتة دي ولا يا ولا، شوف بقى، شوف ايه العظمة اللي بتحصل، لشمال سوريا. ركز، الكلام ده بيجي اكمل. ساهم السومريين في بناء حضارة مزدهرة. يعني بيقولك السومريين عملوا حضارة مزدهرة. أول حاجة يا ولاد إن هم ما عملوش مدينة بس واحدة، عملوا أكتر من مدينة، فعملوا عدة مدن. رقم 2، اخترعوا الكتابة المسمارية. اخترعوا الكتابة المسمارية. رقم 3، صدر أول قوانين. أول القوانين. يبقى صدر أول القوانين فين؟ في الحضارة السومرية في جنوب العراق على نهر الفرات. طيب كان الملك حمورابي، خلي بالك السؤال ده سؤال خبيث شوية، فأرجوك اعمل عليه بالهايلايت كده. طيب رقم 4، كان الملك حمورابي ده من الحضارة البابلية الأولى، من أشهر ملوك الحضارة البابلية الأولى. ليه؟ عمل إيه؟ أول حاجة عمل إمبراطورية واسعة يا ولاد، إمبراطورية واسعة. رقم 2 يا ولاد، ده أصدر تشريعات حمورابي، اللي هي ايه يا ولاد؟ اللي هي نظمت جوانب الحياة وكفلت حقوق المرأة. رقم 5، حرص الملك أورنمو على نشر العدل. ليه؟ من هو أصدر أول القوانين. القوانين بتعمل 3 حاجات. بتعمل ايه بقى يا ولاد؟ العدالة الاجتماعية، معاملات التجارية، وحماية الضعفاء. يبقى تاني معاملات تجارية وحماية الضعفاء والعدالة الاجتماعية. اهتمام العراقيون بشؤون الزراعة والري. العراق بدأوا يهتموا بشؤون الزراعة والري. ايه دليلك؟ هم يا مستر عملوا حاجتين. اول حاجة اقاموا السدود، اقاموا السدود. رقم 2، تطوير ادوات حرث الارض، تطوير ادوات حرث الارض وبذر البذور. طيب رقم 7، برع العراقيون القدماء في الصناعة. يعني العراق برعوا في الصناعة، العراق برعوا في الصناعة. ايه دليلك يا مستر على على الكلام ده بقى؟ قال لك يا ولاد بدأوا يعملوا ايه بقى؟ صناعة الخزف. برعوا في صناعة ايه يا ولاد؟ الخزف والأدوات
المنزليه. مستر هو انا معلش انا مش فاهم يعني ايه الخزف، ولا فاكر الزير، الفخار اللي بيتحط فيها ميه تلاقيه ميه متلجه ده من انواع الخزف. عايز اقول لك بقى القله بتتعمل من ايه يا ولاد؟ من الطمي. معلش تاني، من الطمي. من ايه يا ولاد؟ من الطمي. والطمي ده يا ولاد اللي هو على جانبي الانهار. فاذا الزراعه ليها علاقه، يبقى يا ولاد الصناعه الخزف، والطمي اللي هي التحف الفازات اللي معموله من الطين. طيب صناعه ايه تاني يا ولاد؟ صناعه الادوات الزراعيه، ودي من المعادن، والاسلحه، وكمان الحلي مش الحلل يا ولاد، الحلي الحاجات الاكسسوارز اللي بيلبسوها البنات. طيب يا ولاد رقم 8 بيقول لك ايه دليلك ان اهتم سكان بلاد العراق القديم باقامة علاقات تجارية واسعة؟ ان هم قال لك يا مستر هم عملوا مع 4 حضارات. عندك مصر الهند والشام وبلاد فارس كمان. طب مصر الهند والشام وبلاد فارس كمان، مصر الهند والشام وبلاد فارس كمان. يبقى يا ولاد مصر الهند والشام وبلاد فارس كمان، مصر الهند والشام وبلاد فارس كمان. ولا بالله عليك ما تقعد بقى، مصر الهند والشام وبلاد فارس كمان. ثواني يا ولاد، ثواني يا ولاد، في حد بيرن عليا.